متتبعي مباريات بطولة كأس الأمم الآسيوية عبر قنوات بي إن سبورتس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. تمضي بطولة كأس الأمم الآسيوية على مختلف ملاعب الإمارات، وقد أقيمت لغاية الآن 30 مباراة، وشهدنا 80 هدف، وشهدنا المرعب القطري المعز علي وهو يتصدر قائمة الهدافين، وشاهدنا أحسن صانع ألعاب في البطولة القطري أكرم عفيف، وشاهدنا بعض اللاعبين يسجلون 3 أهداف من ضمنهم الإيراني أزمون، وشاهدنا العراقي ميمي الصغير وهو يسجل هدفين، وشاهدنا أن المنتخب الإيراني القوي والمنتخب العراقي القوي والفريقين يصلون الآن إلى الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط. وبالتالي هذه المباراة الكبيرة المرتقبة ما بين الجارين الكبيرين في المنطقة، العراق إيران وجها لوجه. اللقاء الأول كان في عام 1962 في طهران، اليوم في دبي في عام 2019 وفي ملعب آل مكتوم. سعة الملعب 15,000 متفرج. في تصوري الشخصي أن هذه المباراة لو أقيمت وملعبها يتسع ل60-70 ألف متفرج كانت الجماهير أعتقد حاضرة، لأن في الإمارات 500 ألف إيراني وفي الإمارات 52 ألف عراقي، هذا غير الزائرين القادمين لمتابعة بطولة كأس الأمم الآسيوية. إنها المباراة المرتقبة، إنها المباراة المثيرة، إنها المباراة الكبيرة ما بين الجارين الكبيرين العراق إيران وجها لوجه في الغد عبر قنوات بي إن سبورت. لذلك والله يقول لك إن التفكير الآن الحصول على بطولة المجموعة، وبالتالي المباراة ربما تكون الأسنى. هذا اللاعب قادوس يتقدم يسدد، ولكنها تصد في حائط الصد، تصل مرة أخرى لمصلحة المنتخب اللي صارت خطيرة لإيران. تحول الكرة تمر بسلام، خطيرة يوم تحولت في الجهة اليسرى وطلب الكرة هني في 2. وشوف الآن الحذر الحقيقة من متوسطي قلب الدفاع في العراق. نتذكر مباراة فيتنام الأولى 3-2 للعراق وعانى المنتخب العراقي، والآن شوف الكرة اللي تحولت في الجهة اليسرى. وحيد أميري وحيد ناوي أنه يلعب الكرة الطويلة، ولاعب إيراني الكناني المدافع المتقدم يحول الكرة الرأسية. هم يعرفون متفاهمين عليها. المدافع الإيراني طويل القامة، إذا جاءت رمية التماس قريبة من مرمى المنتخب العراقي أكيد يتقدم هذا اللاعب طويل القامة حسين كناني. ربما العراقي، والكرة في الأخير إلى ضربة حرة مباشرة تحولت في الجهة اليمنى. المتابعة حاضرة والكرة عالية والرأسية، لكن الطول. محاولة أولى لمهند علي، سجل في فيتنام، سجل في اليمن، 18 سنة، يقدم نفسه بشكل ممتاز. وهنا عاد هذا لاعب 18 سنة فقط عنده هدفين، يبحث أكيد عن تسجيل هدف. التفكير أكيد، التسديد المباشر، راح تلعب اللعبات حلوة في حائط الصد، الصدت. تبقى محاولة المنتخب الإيراني، التسديد بعيد جدا إلى ضربة مرمى لمصلحة المنتخب العراقي. في حديث وفي يعني ما بين همام طارق وأحمد إبراهيم في حماس أكيد. العراقيين معروفين يلعبون المباريات بكل حماس، ما بالك وهم يواجهون المنتخب الإيراني. وبالتالي تظل هذه المباراة، هذا الديربي، ديربي غرب القارة الآسيوية، الديربي ديربي الجيران الإيراني والعراقي. أول ديربي جمع الفريقين كان في عام 1962 قبل 57 سنة. شوف الكثافة العددية
العددية اللي تغطي اللاعب اللي يتقدم في الجهة اليسرى. التسديدة حاضرة أمامك من أزمون، وبعد ذلك تدخل مدافع المنتخب العراقي. عمان يا رب إن شاء الله يا رب. والله بصراحة انظلم المنتخب العماني، اللي انظلم، لكن ان شاء الله يكون من الفرق بالتوفيق المنتخب العماني ان شاء الله. العرب اللي موجودين، عمان تعرضت لظلم هنا في صافرة، المطالبة بضربة جزاء. ما في ضربة جزاء، ما في، خلاص أميد ابراهيمي ما في ضربة جزاء. ابراهيمي شوف هني حكم المباراة كان يتابع. بالمناسبة يعني الاهداف ما في اي ضربة جزاء للعراق في المباراتين السابقتين، وما في اي ضربة جزاء ايضا للمنتخب الايراني. يعني الاهداف تم تسجيلها السبعة الايرانية تم تسجيلها، والستة العراقية تم تسجيلها. الدقيقة 30 لا زالت خالية من الأهداف، والشباك الإيرانية لا زالت نظيفة، وردة فعل ممتازة من جلال حسن، وفي صافرة وفي خطأ. وسلامتك يا جلال، سلامتك جلال، بالسلام ان شاء الله. جلال حسن حارس مرمى المنتخب العراقي خرج، لاحظ معي، خرج وهني التدخل الواضح الحقيقه من لاعب المنتخب الايراني، وبالتالي الضربه الحره المباشره بعد خطا اللاعب مجيد حسيني لاعب المنتخب الايراني. بطولة كأس العالم اكيد المونديال الاخير. مدرب المنتخب العراقي، وسلامتك جلال حسن في مرمى هدفين من المنتخب الفيتنامي، بينما الشباك الإيرانية شباك علي رضا بيران فاند. والحقيقة يعني شوف 30 دقيقة انقضت على الشوط الأول، المباراة تسجل أفضلية للإيرانيين. ضربات من حيث ضربات الركنيه، من حيث عدد المحاولات، وانت تلاحظ معي ايران في المركز الاول، العراق في المركز الثاني، فيتنام في المركز الثالث. اتمنى ان تستمر الى صافره النهايه. وصلت المنتخب الايراني هناك، والله الخوف على المنتخب العراقي من هناك، مو من هنا. هناك البطاقه الصفراء الاولى تظهر امامك الان على امجد عطوان. لاحظ كرة، لعبة خطيرة من أمجد عدوان، عليه بطاقة صفراء. إذن هي لضربة حرة مباشرة لمصلحة المنتخب الإيراني. علي رضا بيران فان يعني هي الأكبر. التسديدة العراقية لكنها تمر. برافو، هذا هو المطلوب. أحمد ياسين يسدد. أحمد ياسين المحاولة العراقية الثانية. لاحظ هي المحاولة العراقية الأخطر، يتابعها حارس مرمى علي رضا بيران فاند. التاريخ يسجل الحارس الإيراني أن صد ضربة الجزاء من كريستيانو رونالدو. أكو قدامك الحين غافوري، وأمامك علي عدنان. تسديدات ممتازة، النظرات حادة. الثالث في مرمى فيتنام، لعب الكرة الرأسية تحولت. شوف هي الحقيقة كانت خطيرة، لأن علي رضا شوف تمركز علي رضا بيران فاند. وين علي رضا؟ كرة مرت، لو كانت أقرب كان ممكن يكون الهدف الأول. حلوة الكرة المقطوعة، عراقية أصبحت عرقلة. حكم المباراة يتابع ويعطي مبدأ إتاحة الفرصة. المركز الثاني سوف يلاقي طبعا بطل المجموعة الخامسة، أما قطر أو السعودية. رمية تتماس لعبة المنتخب الإيراني، كرة في مكان خطير، لا زالت خطيرة. التسديدة حاضرة، وبعد ذلك قوية، مرت بسلام، ضاعت على إيران، مرت بسلام. كرة أمام المرمى في غاية الخطورة على مرمى المنتخب العراقي. لاحظ معي التسديدة ما اصطدت أولا، وبعد ذلك التسديدة كانت عالية من اللاعب المتقدم علي رضا جاهن بخش. راحت وين؟ عند العراقيين. الكرة راحت هناك عند الجمهور العراقي.
العاشق والمحب المتاح الفرصة لهم على أساس يأتون حتى لمؤازرة المنتخب العراقي بدءا من الدور القادم. محاولة عراقية، الكرات المتبادلة، يلا شباب التقدم إلى الأمام، البينية ما وصلت في الأخير في الجهة يعني أن تحتسب ضربة الجزاء. ايش دعوة هذه ضربة الجزاء اللي كانت صريحة وواضحة في مباراة اليابان وعمان. شوفها أمامك، لاحظ التسديدة. لا 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 لا، فرق السماء والأرض ما بين هذه اللقطة وما بين لقطة عمان واليابان اللي كانت ضربة جزاء صحيحة وسليمة محتسبة. يعني ما في داعي ولا يمكن الحديث منطقة لمصلحة المنتخب العراقي، لكن تدخل لاعب المنتخب الإيراني تبقى عراقية. تقدم علي مهاوي، صلاح علي مهاوي اللي حولها حلوة، والرأسية بعد ذلك مرة أخرى منقولة لكنها تصل. حلوة المنتخب العراقي، خطيرة كالعادة في الجهة اليسرى المنتخب الإيراني، لكن التغطية حلوة، التغطية جيدة. هني العراقيين الحقيقة نجحوا في تغطية اللاعب. في ضربة جزاء يتواصل اللعب، والعراق أخطر في الدقائق واللحظات الأخيرة من الشوط الثاني، وحكم المباراة يطلق صافرته الآن وينهي الشوط الأول من لقاء العراق إيران. ديربي غرب القارة، الكلاسيكو ما بين إيران والعراق، انتهى شوطه الأول إلى التعادل السلبي ما بين الفريقين. في الشوط الأول العراق في المركز الثاني لا زالت، وإيران في المركز الأول. أعتقد الشوط الإثارة